بعد ما تدب الاكله المتينه تقول لي بعد اذنك واحد كولا دايت. طب ايه لازمه السكر الدايت بقى؟ ما تيجي نشوف اصل حكايه السكر الدايت. الموضوع بدأ سنه 1879. كان عندنا عالم اسمه فالبرج، وهو شغال في المعمل خد ريست عشان يتغدى ونسي يغسل ايده قبل الاكل، وهو بياكل لقمه العيش لقاها مسكره قوي. المهم رجع المعمل على طول عشان يشوف ايه السبب في الحاجه المسكره دي، فقعد يجرب المواد اللي استخدمها فلقى ماده وسماها سكرين. وعلى قد ما الموضوع كان صدفه الا انه كان طوق نجاه في الحرب العالميه الاولى والثانيه، لان السكر كان وقتها نادر جدا. بعد كده عملوا تجارب علميه على السكرين ده ولقوا انه احلى من السكر 300 مره، وانه يكاد يكون صفر سعرات حراريه. شركات المواد الغذائيه والادويه استغلوا الفرصه دي جدا، بالذات ان كانت الفتره دي اعداد مرضى السمنه والسكر زياده جدا، لحد ما بقت الصناعه دي بمليارات الدولارات سنويا، مع ان سكر الدايت ده اصلا تكلفته اقل من السكر العادي. بعد كده جينا لسنه 65 وكان الاكتشاف بتاع سكر الاسبرتام اللي اتعمل عليه ابحاث كتير جدا، وكان من ضمن الابحاث دي حاجات بتقول انه مسبب للسرطان. وجينا لسنه 2008 اللي اتوافق فيها على اول سكر من مصدر طبيعي وهو الاستيفيول، هو الى حد ما امن نوع فيهم. في كتير مننا اول ما بيشوف كلمه دايت على ابوه بيديها اكل على طول، وده بيلغي الفايده اصلا بتاعت السكر الدايت. في عندنا ظاهره اسمها كومبنسيشن افكت، وده معناه ان السعرات اللي وفرتها عن طريق اكلك للسكر الدايت ضيعتها باكلك في الوجبات التانية بشكل كبير. طب الحل ايه؟ ظبط اكلك على حسب سعراتك واستخدم السكر الدايت كأداة فقط. واعمل لي فولو ولايك واستناني الفيديو الجاي. سلام.